ازيكم عاملين ايه؟ انا عامله الفيديو ده علشان ناس كتيره قوي بعتولي ان هم عصبيين قوي ومش عارفين يعملوا ايه مع اطفالهم. اول حاجه احنا لازم كلنا نفهم ان مفيش حاجه في الدنيا هتخليني النهارده عصبيه بكره ابقى هاديه جدا، ابقى ام هاديه قوي او اب هادي قوي مع اطفالي. مفيش تبس في الدنيا في العالم هتقدر تخليني اعمل التحول الفجائي ده. اي تحول في الدنيا في السلوك بيبقى تحول تدريجي. طيب ازاي ابقى هاديه؟ وهبقى هاديه بعد قد ايه؟ فتره التحول السلوكي ده بتاخد في اي بني ادم اقل حاجه 6 شهور، في ناس بتاخد فتره اطول من كده. بس اهم حاجه المداومه والمثابره على البرنامج العلاجي بتاع الهدوء علشان ابقى احسن، وخصوصا مع اطفالي. طيب اول حاجه احنا عايزين نتفق عليها قبل ما اقول لكم على المراحل اللي الواحد بيمر بيها قبل ما يتغير. اول حاجه المراه في فتره الحيض او في فتره انقطاع الطمث بتبقى عصبيه غصب عنها، فعلشان كده دي فترات شويه اللي بيبقى فيها تغير هرموني بيبقى غصب عن المراه عصبيه. طيب تاني حاجه بقى نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم بيبقى فيه بيصاحبه شويه عصبيه، علشان كده لو انا عصبيه شويه لازم اشوف الكالسيوم وبشوف الكلام ده وبظبطه علشان احاول ابقى هاديه شويه. دي حاجات عامه. طيب انا دلوقتي عصبيه جدا وخصوصا مع اطفالي، عايزه ابقى هاديه شويه. ايه المراحل اللي بمر بيها؟ انا كاتبه لكم المراحل عشان هم 6 مراحل، وهقول لكم بالظبط كل مرحله بتاخد قد ايه. اول حاجه المرحله اللي احنا كلنا لازم نمر بيها اسمها مرحله الفهم. المرحله دي بتاخد اسبوع بالظبط. مرحله الفهم دي مش مطلوب من الواحد ابدا ان هو يبقى هادي خالص، مطلوب منه ان هو طول الاسبوع ان هو يراقب نفسه، يراقب افكاره ويراقب مشاعره ويراقب تصرفاته السلوكيه. حلو جدا كمان لو هو راقب التصرفات الجسديه بتاعته، يعني لو هو بيعمل حركات مش لطيفه بتخلي اطفاله يتنرفزوا اكتر، لو هو كل حاجه لازم يراقبها. خلاص، فالمرحلة دي اللي هو دراسة النفس دي بتاخد فترة أسبوع. طيب المرحلة التانية بقى علشان أبقى هادية دي بتاخد 2 أسبوع. اسمها إيه المرحلة دي؟ اسمها مرحلة الاستعداد النفسي. طيب مرحلة الاستعداد النفسي دي لازم اقعد مع نفسي بقى بعد ما فهمت نفسي وعرفت انا بالظبط بتصرف ازاي، اقعد مع نفسي واقول انا ليه عايزه اتغير؟ هل انا عايزه اتغير علشان عايزه ابقى احسن، ولا عايزه اتغير حاجه من بره عشان الناس تقول عليا ايه ده ام كويسه وام طيبه وكده؟ انا عايزه اتغير ايه؟ ممكن الناس كده ومفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط، كل واحد الدافع بتاعه بيبقى مختلف عن التاني. لازم اعرف الدافع بتاعي ايه. تاني حاجة لازم اعرف ايه اللي بيخليني عصبية. وتالت حاجة لازم اعرف ايه اللي هيساعدني عشان ابقى هادية شوية. المرحلة دي بتاخد 2 أسبوع علشان استعد نفسيا تماما وابقى يعني عارفة كويس انا بعمل كده ليه. طيب المرحلة الثالثة بقى دي اسمها مرحلة التحضير. مرحلة التحضير دي برضو بتاخد من 10 أيام لأسبوعين عند الناس. مرحلة التحضير دي بقى مطلوب من كل واحد ان هو يكتب بالتفاصيل المواقف اللي بتخليه عصبي. يكتب كل المواقف، يعني اي موقف هو فيه بقى عصبي لازم يكتبه يكتب ايه اللي حصل قبل الموقف، ويكتب ايه اللي حصل هو عمل ايه بالظبط، ويكتب بعد الموقف هو هدي بعد قد ايه. المرحلة دي اسمها مرحلة التحضير، بتاخد وقت طويل شوية علشان لازم اكتب بكل التفاصيل كل حاجة بتحصل. طيب المرحلة بقى الرابعة اسمها مرحلة اتخاذ القرار. ببتدي بموقف واحد بس واقول الموقف ده لما يحصل هتصرف ازاي، وابتدي اعمل سيناريو وسيناريوهات كمان للموقف ده ان انا هتصرف ازاي، وابتدي فترة 21 يوم الموقف ده لما يتكرر اتصرف ازاي. واول ما الاقي نفسي الموقف بيتكرر قدامي وانا بتصرف بطريقه هاديه، ابتدي انقل على الموقف اللي بعده في الليسته اللي انا عاملاها، واشوف السيناريوهات المتوقعه وانا هتصرف ازاي بطريقه هاديه. ولما ابقى بعرف اتصرف في الموقفين دول بطريقه هاديه، ابتدي الموقف اللي بعده بشوف الليسته اللي انا عاملاها وبشوف الموقف اللي بعده، وابتدي احط سيناريوهات واقول انا هتصرف ازاي بالظبط لو ده حصل، وهكذا.
وكل موقف بياخد 21 يوم. طيب المرحلة الخامسة اسمها مرحلة المداومة. لازم بعد ما يعدي مثلا 3-4 مواقف وانا ابقى تمام بتصرف فيهم كويس، ما اخدش بقى مواقف جديده، لا ابتدي اداوم على سلوكي الهادي تجاه المواقف دي اللي هي اسمها مرحله المينتننس او مرحله المداومه. ان انا بداوم على السلوكيات بتاعت مثلا 3 مواقف او 4 مواقف قبل ما ابتدي اعمل واشوف نفسي هتصرف ازاي في المواقف الجديده اللي بتعصبني اللي انا كاتباها في الليسته بتاعت مرحله التحضير. طيب المرحله السادسه بقى، ودي اللي كل الناس اول ما بيوصلوا لها بيفقدوا الامل خالص، اسمها مرحله التدهور. لازم انا لما ابتدي البرنامج ده ابقى عارفه ان في حاجه اسمها مرحله التدهور او الريلابس. يعني ايه المرحله دي؟ يعني عادي جدا بعد ما انا عملت كل موقف 21 يوم وبقيت بكتب وبقيت بعمل وبعدين فجأة بلاقي نفسي كل حاجة غلط بعملها، ورجعت تاني عصبية، ورجعت تاني متوترة، ورجعت تاني مش أحسن تصرف بتصرفه. طيب أعمل إيه؟ عادي جدا، دي مرحلة، أي سلوك بغيره بمر بالمرحلة دي. المرحلة دي اسمها مرحلة التدهور. المرحلة دي ممكن تقعد لفترة أسبوع أو أسبوعين عند الناس هم مش عارفين لسه تاني يرجعوا تاني للحاجة. بس أهم حاجة إن أنا أحاول شوية أثابر وأحاول شوية أبذل مجهود علشان مرحلة التدهور ما تعديش الأسبوعين ابدا. ما خليش مرحله التدهور تعدي اسبوعين. عادي جدا المرحله دي بتحصل عند الناس، وعادي جدا ان انا ارجع تاني ابقى عصبيه، بس اول ما اعمل كده ارجع تاني واخش تاني السايكل تاني او الدايره تاني بتاعه المراحل. افضل اعمل الدوائر دي كتير. افضل في مرحله تاني مرحله الفهم ومرحله الاستعداد، يعني كل شويه ادخل في الدايره. كل ما اخلص المراحل كلها لازم ادخل الدايره تاني لغايه ما ابقى اهدى، لان كل ما هدخل الدايره تاني هبقى اهدى واهدى واهدى لغايه ما بعد فتره طويله مش اقل من 6 شهور 9 شهور لسنه هلاقي نفسي واحده تانيه خالص، بتصرف بطريقه تانيه خالص، انسانه جديده خالص. يا ريت الفيديو ده تستفيدوا بيه ويغير حياتكم ويغير حياة أطفالنا كلهم، ويبقوا أهدى وأحسن وفي أفضل حال يا رب إن شاء الله.